ليه الرجاله بتكره غسيل المواعين؟ احنا مش عارفين ليه الرجاله بتكره غسيل المواعين، بس الحقيقه العلميه ان عملوا دراسات كتير لقوا ان غسيل المواعين ده بيريح وبيقلل التوتر، وبيخلي البني ادم اللي بيغسل المواعين كده مبسوط وعنده حاله كده مختلفه من المزاج والكرياتيفيتي، ويقعد يطلع في افكار مختلفه علشان هو بيلاقي اللي هو بيعمله بيبقى حلو وفي برودكشن، انجاز او في نتيجه. بالظبط. في الاخر انا غسلت المواعين، لكن السر في ده ان انا ادخل على غسيل المواعين وانا راضي وانا نفسي راضي. لكن انا لو واحده دخلت وعايزه تغسل مواعين، يخرب بيت كده انا بغسل المواعين كل يوم، هي داخله اساسا بمود سلبي من الاول. وعلشان كده هتلاقي ناس كتير قوي بتقعد تتفرج على الفيديوهات بتاعه غسيل السجاد. احنا ليه بنقعد نتفرج على فيديوهات غسيل السجاد ده طول النهار والناس ما بتقلبش عليه؟ يعني الناس بتبقى مستمتعه ان هي بتتفرج على واحد بيغسل السجاده. ايه الفكره في كلنا على فكره، ايه الفكره في كده؟ ان ده بيديكي كده جرعه من الدوبامين، من هرمون السعاده كده، بيبسطك ان انت بتلاقي السجاده مش نظيفه، وسخه جدا، وفجاه نطفت وبقت بتلمع وبقت بتبرق، فعشان كده انت بتبقي مبسوطه. يعني معنى كلامك ان الرجاله بتكره غسيل المواعين لو مجبوره مش بمزاجها. بالظبط، يعني لو داخل تغسلها غصب عنك فاكيد انت مش مبسوط. بالظبط. بس هم يجربوا يخشوا يغسلوا مواعين وهم مبسوطين، هم هيلاقوا الموضوع مسلي جدا. الموضوع هيفرق معاهم قوي طبعا.